صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم قعدة جدعان. في البداية أحب أرحب بزمايلي. ازيك يا شيماء؟ صباح الخير يا يوسف. صباح النور. ازيك يا سارة؟ ازيك يا كريم، عامل ايه؟ طبعا احنا النهارده جايين نتكلم في حاجة احنا دايما واقع بنعيشه ومستمرين في المعايشة معاه، ولازم هنفضل متعايشين فيه. هو طبيعي جدا. هم اللي احنا هنتكلم فيه النهارده 3 نقط. طبعا في حاجة، يعني هبدأ بالعكس شوية عشان الحاجة دي تهمني قوي. أول نقطة اللي هنتكلم فيها حتة الغيرة وإزاي نتعامل معاها. المشكلة التانية بقى اللي هنتكلم فيها برضو سنة أولى جواز. أما عن الحاجة التالتة اللي هنتكلم فيها فهي أسس اختيار شريك الحياة بشكل عام. إزاي نختار شريك حياتنا؟ اول حاجه يعني أنا ليه رجعت لك؟ لأنه بما إنه أنت إيه اللي مريتي بقى بالتجربة دي، يعني أنت الوحيدة اللي فينا يعتبر خلاص شكرا شفتيها على طبيعتها. تمام. اول حاجه احنا بنبص، سواء بنت او ولد، بنبص الاول للدين. هل الشخص ده متدين؟ هل هو مش الدين اللي هو التشدد، لا. يعني ابسط حاجه احنا بنأدي الفروض الخمسه اللي علينا. هل لما الاذان بيبدأ ليه احترامه مثلا بنبقى مشغلين الكاسيت ده بيوطى؟ هل مثلا انا بلاقيه مثلا واقف حتى في صلاه الجمعه يصلي الجمعه، مش شرط حتى الفروض واحده واحده، يعني حتى صلاه الجمعه. طيب، تاني حاجه ببص على العيله بتاعته. لان انا مش بناسب شخص، انا باخد العيله كمجمل، انا بنقي عيله هعيش فيها واولادي هيعيشوا فيها وهيكتسبوا منها بعض العادات والتقاليد، بعض السلوكيات. فهل انا متقبله العادات وتقاليد العائله الاخرى؟ ده سواء للرجل او للفتاه. هل انا مختاره صح يعني العيله دي؟ تالت حاجة، أبدأ إن أنا أحط أسس معينة قبل الجواز، ولتكن الحاجات اللي أنا مش هقدر إن أنا أستغنى عنها، زي مثلا إن أنا بشتغل ومش هقدر أقعد في البيت. لازم أن تكون دي حاجة متفق عليها من قبل الجواز. وبالنسبة لي أنا كشيماء، أنا الحنية بتفرق معايا. اللي هو اللي قلبه فيه حنية عشرته فيها الأمان. صح يا سارة؟ هو انت قلتي كلام صح، بس في برضك يعني نقط كده انت سايباها. يعني اهم حاجه ان الشخص ده يكون اخلاقه عاليه، ده اول حاجه. وحنيه، تمام، احنا كلنا بنبقى عايزين الحنيه. تاني حاجه اللي هو احنا عايزين الشخص اللي قدامنا ده يدعمنا. يعني عندك شخص مثلا ممكن يدعم اللي قدامك، وفي شخص اللي هو يحبطك. يعني انت مثلا بيبقى قدامك حلم انت عايزه تحققيه، ممكن تلاقي اللي يساعدك في كده، وتلاقي اللي يقولك لا انت ازاي كده، انت ازاي بتعملي كده. لا بالعكس، احنا بندور اصلا على الشخص اللي احنا بيدعمنا وبيشجعنا دايما في حياتنا. صح، تمام. اما بقى بالنسبه للحته الاهم والاهم طبعا هي حته الاخلاق اللي قالت عليها ساره. هي مهمه جدا وكل حاجه، بس هيجي واحد يقول لك ما كلنا اولاد ناس وكلنا متربيين. لا بتفرق. ما احنا ف كلنا ولاد ناس وكلنا متربيين. ايه؟ كلنا ولاد ناس واكيد كلنا ما اه بتبانش متربيين. إلا بالعشرة. ما بتبانش الا بالعشره. طبعا. طيب برضو في حاجه تانية، ممكن يبقى حنين في اوقات معينه وممكن يكون بيصطنع الحنيه علشان مم. يقدر ياخد مغزى او غرض معين. ما ليه بتبانش لا؟ الا في المشكلات. ما هو في فترة الشده. الارتباط والخطوبة اللي معمولة قبل الجواز لازم تكون فترة كافية بحيث ان انا امر فيها بمواقف مع الطرف الاخر، وده اللي بيغفل عنه السن الصغير. يعني كل ما البنت كبرت، كل ما فهمت، كل ما عرفت، كل ما فادت نفسها اكتر، كل ما اختارت الشريك الدائم للحياة، مش الشريك اللي اكيد هو طبعا. سنتين واتعب منه. لا هو ده فعلا، هو احنا لازم ننقي اصلا الشخص الكويس اللي هو بالعشره. احنا هنعرف فعلا الشخص ده مناسب لينا ولا لا. وبرضك لازم نختار الاهل، لان احنا دي اهم بنناسب حاجة. عيله، مش بنناسب شخص. صح. 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 طيب الغيره بقى نعمل فيها ايه؟ يعني انا بشوف ان الغيره مثلا انا مش ما ينفعش ادي رايي، فانا هشوف من ناحيه الشخص الاخر، بلاش هتكلم وجهه عن نظر الشخص انا. الاخر. انا بشوف ان الشخصيه اللي قدامي دايما بتبقى يعني بتغير من اي حاجه. يعني مثلا لو انا وقعت في حاله ارتباط او ارتبطت او حاجه، دايما غيران من اي حاجه. يعني الفيسبوك ليه ضايف بنات، ايوه. آه، ليه اي يكلم بنات حاجه فيها غيري؟ بنات اللي هو امحيها من على وجه الارض، رغم ان انا مثلا ممكن اكون مضطر اتعامل مع الناس دي
مش حته ان انا مثلا صحوبيه او حاجه. لا ملناش دعوه، ما اتكلمش بنات غيري. غيرك؟ اه اللي هو طيب ماشي. طب انا هسالك سؤال برضو، اسال. يعني استني عليا شويه، اديني ماشي. فرصه بره. اتفضل. طيب ما انا ممكن يكون في شغلي مضطر اتعامل مع ده، ممكن يكون مجالي محتاج ان انا اعمل يبقى فيه مثلا قاعده جماهيريه، فالقاعده الجماهيريه مثلا هتبقى مشتمله على الذكر والانثى مش على شخص الموضوع واحد. ببساطة يا كريم التعامل بيكون في إطار معين. ما هو لو ده فيسبوك، تعدينا ما هعمل ايه على الفيسبوك؟ الإطار ده، لو تعدينا الإطار ده أنت دخلت في حاجة تانية غير الشغل. اه طريقة التعامل لما هي تلاقي إن في حد بيتعدى حدوده مع الطرف التاني، لا إذا هي حقها جدا إنها تغير وتسود عيشته كمان. اه طبعا. صح؟ زميلتي مش عارفه مين عازماني على العشاء، زميلتي مش عارفه فين جايبه لي فطار الصبح. ليه يا حبيبي وانا كاتعه مش قادره اعمل لك فطار؟ بتهزروا ولا ايه؟ لا بس احنا ما بنتكلمش عن الحته دي، طبعا دي تجاوزات غير مسموحه يعني. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم لو حاجات مثلا يعني بتبقى بعيد، يعني انا في ناس حرفيا ما اعرفهمش اصلا. ما تعرفهمش ضايفهم عندك ليه؟ ما هو احتمال يبقى في بينا اهو شغل حاجه. احتمال. طيب طالما انا طب ما تفترض. بحتكش، ايه المشكله؟ فين المشكله؟ ما انا ما بحتكش. ما هو طالما ما أصلاً. فيش احتكاك يبقى ليه نضيفهم من طب الاول؟ حته الباسورد، ليه البنت مثلا بتقول لا مش عاوزه ادي الباسورد؟ دي خصوصيه لو سمحت يا جماعه، ومحدش يتدخل في خصوصيه البنات. ايوه يبقى لان في كلام ما بين البنات وبعضها انت ما ينفعش تقراه. لكن انا اشوف انت بتكلم مين عادي. تمام. يبقى طبعا حفظ الخصوصيه واجب، ويبقى احنا لازم نحل اي مشكله دايما بالتفاهم وبالود وبالكلام مع بعض، ونحط اسس ونحط النقط على الحروف عشان اي علاقه في الدنيا تمشي من غير اي مشاكل. وبكده طبعا تكون خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده.